هاي الحلقة للناس اللي بدها تخلع ثوب الطائفية، ثوب العنصرية، وتسمعني بالإنسانية تاعتها وبقلبها وعقلها قبل أي إشي. تعرف يا علي إنه وصلني رسائل تهديد بعد آخر فيديوهين نزلتهم عن الشيعة؟ اوف، ليش بقى؟ والله العظيم ليش؟ بدي أقرأ لك مسج من المسجات راح يصدمك. شوف، الحمد لله لأنه الأردن ما فيها شيعة، وإنت شو بتعمل بالسويد أصلاً؟ شو بتسوي هناك؟ على فكرة حتى إن كنت في الأردن على تفكيرك أنت راح أجيبك من المطار وبوديك ب100 داهية العمى، وأجيب لك العيد، فدير بالك المخابرات الأردنية بتستنى فيك في المطار بس تنزل. اجيب لك العيد؟ جاب لي العيد. شو يعني؟ يعني جابني بحوض نعنع، يعني دمرني يعني. والله يعني جابني شو عامل انت؟ ما بعرف، بنشر المحبة، ممنوع انشر المحبة. شوف بعدين شو كمل: احنا الأردن أعدائنا هم، عد على ايدك بالله عليك تعد. طيب يلا. إيران، اليمن، الحوثي، حزب الشيطان، سمى حزب الله حزب الشيطان. تمام. القسام، حماس، خلى قسام وحماس مختلفين عن بعض، والشيعة كمان، الشيعة كلهم هيك شملهم كامل كمان. تمام. اليوم وطالع احنا بالنسبة لنا انت مش أردني، حتى أنا بطلت كمان من الأردن. طيب، رغم انه اصولي فلسطينية وانا بحب الأردن وبحب فلسطين وبحب كل البلاد العربية. ما إلك دخل في الأردن، يوم وطالع خليك مع الوحوش. يعني انت وحوش. انا وحش؟ انت وحش يعني الضارياتي. طلعت وحوش يا عمي. والله الفيديوهات بتحكي غير هيك، انا بنصحكم تروحوا تشوفوا الفيديوهات، والله بجننوا العالم. مش وحوش بالمرة، زومبيز انت كيف؟ لا تكون زومبي انت وانا مش عارف. يعني عد كل الدول اللي بتدافع عن فلسطين، عرفت؟ ونسي انه اسرائيل عدوه الاساسي. نسي اسرائيل يا زلمه، نسي يا شو اسمك انت؟ صالح؟ انت يا زلمه صهيوني اكثر من الصهيوني نفسه يا زلمه. مش هيك، مش هيك. يعني علي انتوا طلعتوا وحوش؟ يعني هيك الظاهر، استفرسناك يا زلمه بالمجالس. علي بالله عليك لا تاكلني بعد هاي. يعني انا زلمه مسالم، مش عامل شبعان حاليا. شبعان، بضلني اقطع ميله ياكلني. نحن بس بالليل باكله. انا جيت من الأردن ما فيها شيعة بالمرة، يعني ما عمري التقيت مع شيعي بالأردن صراحة. فأنا لما طلعت، أنا من أحد الأسباب اللي خلتني أطلع من الأردن إنه المجتمع مش متقبل أنا انفتاحي على العالم. كيف أنا حابة أتعرف على العالم أكثر، أكتشف العالم أكثر، أكتشف الثقافات، أكتشف الديانات، العادات والتقاليد. فكان في هجوم علي مستمر، إنه من المجتمع اللي حوالي، من الأصدقاء اللي حوالي، من الناس اللي برافقهم، من أفكاري لما كنت أنشرها زمان، لما كان بس في فيسبوك، ما كان في لا انستغرام ولا تيك توك ولا هاي الشغلات. فالناس كانت تنصدم، كانوا يفكروني انه انا مثلا بنشر افكار الحاديه. لا، انا بس شخص بحب الكل، متقبل الكل، عن جد حرفيا علي بحترم الكل شو ما كانت طائفته وشو ما كانت ديانته، لاني انا برضه بدي الكل يتقبلني ويحترمني. فما بزبط انه الكل يحترمك اذا انت مش محترم حدا. بيسك يعني سمبل، يعني خلص 1 + 1 = 2. يعني ما مستحيل تصير 4 أو 5 وشو ما تكون. يعني التعميم لغة الجهلاء. على سبيل المثال، واحد صار معاه موقف مع شخص من اليمن، هاي أعطيت مثال هيك على اليمن، بصير يحكي لك يا أخي كل أهل اليمن هيك. يا زلمة أنت جمعت كل أهل اليمن عشان موقف حصل من شخص؟ هذا تعميم، هذا جهل. كذلك الأمر الأديان، بيجيك واحد بيحكي لك يا زلمة ما بتعرف شو قاعد بيعمل، هذا جهل، ما في تقبل. انت عممت على هاي العالم بدون ما تتعرف عليهم. بس انا شفت له فيديو زي ما انت قلت على التيك توك ولا ريل على الانستغرام وحكمت خلص انه هيك العالم، هيك الكرة الارضية، هيك الناس مبنية. حتى الامام علي رضي الله عنه ايش بيحكي؟ انه الناس صنفين، اخ لك في الدين ونظير لك في الخلق. الله عليك. شوفوا الكلمة ما اجملها، فكروا فيها بس. هاي لحالها الكلمة والله العظيم بتخليك تتقبل الكل. طب أنا هدول الفيديوهات الاثنين اللي عملتهم شفت قبول من أهلنا الشيعة ما بحياتي شفته، شفت محبة ما بحياتي شفتها، شفت كرم ما بحياتي شفته، وهم عارفين إنه أنا يعني مش من الطائفة الشيعية. كم تتوقع عدد الأديان الموجودة بالكرة الأرضية؟
شي 400 دين، حوالي 400 500. لا أكثر. اكثر أكثر. يا اخي 2000 أكثر. بعد ما كل هول. يا أخي ما بعرف قديش يعني. 4300 ديانة على وجه الكرة الأرضية، اوف، وكل واحد بيقول انه هو الصح يعني. وكل واحد هو معتقد ومتأكد إنه هو الصح والباقي غلط. الرقم يعني خيالي، بس إحنا عندنا مشكلة كتير كبيرة خصوصا بالوطن العربي. ما في تقبل للاخر. شكرا، شكرا جزيلا علي. التقبل، ما عندنا تقبل. تنتهي حريتك عندما تتعدى على حرية الآخرين. أنا ما بحكي لك إنه أنت تكون نفس هاي العالم أو تتبع الديانة أو الطائفة اللي هم عليها، لكن لازم تتقبلهم. أنت كيف بدك الناس تتقبلك إذا أنت مش متقبل غيرك؟ صح. يعني أنا كيف بدك أنا أتقبلك إذا أنت مش متقبلني؟ فالحل الوحيد هو التقبل. أنا ما بدعوك للإلحاد، ولا بدعوك للتطرف، ولا بدعوك لأنك تكون لا ديني، ولا بدعوك أنك تكون أي إشي من هاي الشغلات، ولا بحكي لك شو الصح وشو الغلط. إذا أنت شايف حالك صح معناته أنت صح. أنا مو وظيفتي إن أغير لك تفكيرك، ولا وظيفتي إن أقنعك. أنا وظيفتي أتقبلك لأني بدي إياك تتقبلني. سفكت دماء وقتلت أبرياء بس لأنه ما في تقبل. مثال على ذلك هو لنقول فرضا الحرب الأهلية بلبنان والحرب اللي صارت بسوريا. بس حاعطي مثال الحرب الأهلية بلبنان. ليش؟ لأنه طوائف كلها فاتت ببعضها، الدروز والمسيحية الأرثوذكس والموارنة والشيعة والسنة، ما ضل حدا ما دبح الثاني. مرة أنا كنت قاعد بسمع لواحد صديق لإلي هندي، شاب جنتل 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 لأبعد الحدود. فهو اشترى بيت جديد، فلما يشتروا بيت جديد لهنود بفضوا من البول تاع البقر وبرشوا فيه بالبخاخ على زوايا البيت عشان يباركوه. هاي هيك المعتقد تاعهم بديانتهم. فأنا سمعت لإله بكل حب واحترام لأني متقبله، بس أنا مش بوظيفتي إني أقول له صح أو غلط، لأنه هو برضه بتطلع علي وعلى معتقدي يمكن أو ديانتي إنه برضه شيء غريب. مثلا على سبيل المثال أنت من المسلمين مثلا، يمكن هذا الهندي كمان، أنا بحكي لك نظرة، ما بحكي لك أنا كيف بتطلع، بحكي لك يمكن هو كمان بفكر بطريقة يحكي لك شو قاعدين بيسووا هدول، بلفوا بدوروا هيك، شو قاعدين بيرموا حجار، شو ليش بدهم يبوسوا هذا الحجر يعني مثلا يعني، أو ليش رايحين جايين بالخط اللي هو السعي بين الصفا والمروة أو الطواف حول الكعبة أو طريقة الصلاة مثلا. فهو زي ما أنت بتنتقده هو أكيد برضه بنتقدك. بتذكر بيوم من الأيام سافرت مع شخص، وأنا طالعين أنا وياه كنت بدي أكتب عنه حلقة صراحة من كتر ما هو علمني درس ما بنساه. كنت بدي أسمي الحلقة صديقي لا يأكل سوى الشاورما. أنا هذا الشاب خلاني أعرف كيف بدك تعرف إذا هذا الشخص بتقبل الغير أو لا، لأنه ما بأكل غير الشاورما. يعني أنا لما بدي أسافر على دولة بدي أتعرف على ثقافتها، الكالتشر، ديانتها، بس هو خلص وين في محل فلافل وين في محل شاورما. فصرت لما كمان بدي أروح أتعرف على الثقافات المختلفة هو كمان حتى يرفض إنه يتعرف عليهم، يضلوا بالأوتيل ويطلب شاورما. طب قلت له طب ما في بالبلاد شاورما وكان سكنت باوتيل بالسويد، ما احنا كنا زيت مسافرين كنا من السويد. كنت حكيت له كان ضيعتك بالسويد، حجزت لك ليله بالسويد وطلبت وجبه شاورما. فهو الشخص اللي ما عنده قبول مستحيل حتى يكون عنده قبول لأبسط الشغلات، انه يجرب اكله جديده، يجرب مغامره جديده، يتعرف على ناس جداد. بفهم انه انت عندك دينك وكذا وهيك، بس ما في دينك ما بيقول لك ما تروح تسافر وتطلع على غير شو اسمه مجتمعات. طبعا يعني هل تعتقد انه ديانه من هاي الديانات تحكي لك ممنوع تتعرف على ديانه اخرى؟ القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صح. طب وين التعارف؟ ما بحس وظيفتي على الارض اني أغير العالم، وظيفتنا أنه نتقبل بعض. صح. تخيل علي، يعني إحنا إذا ما أجينا على أوروبا قديش في شعوب عربية هسه
مواجهة مشكلة مع اليمين المتطرف مم. لأنه مش متقبلهم. طب ما هو هون المشكلة، لأنه أنتم كمان مش متقبلينهم. ما هو هون لما يصير القبول بين الطرفين هون ببطل في المشكلة هاي، يعني هاي المشكلة بتبطل موجودة. تخيل إذا أنت يعني أبسط الشغلات، إذا أنت ابن بلدك مش متقبله، كيف بدك الشخص الأوروبي اللي أنت جاي على بلده يتقبلك؟ فأنا حكيت لك المشكلة الأكبر عنا هو التقبل. إذا تقبلنا بعض بصير عنا انتجريشن صحيح وببطل عنا مشاكل صراحة. مم. أنا حلم حياتي أروح أتعرف على كل ديانة وأتعرف على كل عادة وكل مجتمع موجود على هاي الكرة الأرضية صراحة. هاي الرسالة اللي بحب أوجهها للعالم، وإن شاء الله العالم تسمعني، واللي ضل معنا لآخر الفيديو يكتب لنا تعليق بصراحة، وبكون لكم من الشاكرين. وبحب برضو أنتم كمان تعطونا رأيكم. وهاي الأفكار اللي احنا بنشاركها معكم هذا لا يعني إنه احنا قاعدين بننشر أفكار معينة أو أفكار مسمومة. احنا بس هدفنا هو تقبل الآخر، إنك تكون متقبل غيرك، حتى إنه ما يكون في كراهية بين المجتمعات، خصوصا المجتمعات العربية. كل الحب والاحترام لكم، بتمنى لكم يوم سعيد، استمتعوا بوقتكم. وإذا عجبتكم هاي الحلقة وهيك نوع من الحلقات اكتبوا لنا تعليق واحكوا لنا شو رأيكم. سلام.